السلام عليكم. أثبتت آخر الدراسات والبحوث الجامعية بأن الأشخاص اللي يمشون في اليوم أقل من 6000 خطوة، ما يعادل ساعة يوميا، هؤلاء معرضون إلى أمراض نفسية وحالات اكتئاب، وكذلك أمراض عقلية وجسدية. لذلك توصي هذه البحوث وهذه الدراسات على أنه الأشخاص عليهم أن يسيروا في اليوم على الأقل ساعة، ما يعادل 6000 خطوة يوميا. لذلك عليكم بممارسة رياضة المشي، وهي رياضة بسيطة وكذلك متاحة للكثير من الناس، والنساء خاصة اللي ما تقدر تطلع برا تتمشى، ممكن تتمشى بالبيت أو بالحديقة أو بالسطح، وراح تحصل على إيجابيات كلش كثيرة حتى ما يتعرضون هؤلاء الأشخاص إلى أمراض نفسية وجسدية وعقلية. لازم يتمشون. في أوروبا أنت تشوفهم في الغالب موجودين عندهم شنو؟ كلاب. يتمشى حتى ينجبر ويجبر نفسه يمشي، هم لازم يطلع انه لازم يخرج الكلب، ولازم يتمشى مسافات طويلة، ساعة، ساعتين، 3 ساعات باليوم. فبهذه الطريقة هو يكتسب نوعين من الإيجابيات. النوع الأول إنه هو خرج الكلب مالته، والنوع الثاني إنه هو استفاد وحرك جسمه ونشط الدورة الدموية واستفاد من المشي ورياضة المشي. أنت وأنتي خاصة في دول فيها شمس وما بيها مثل هاي الأجواء الشتوية، أنت تقدر تتمشى وتقدر تحقق الأهداف الكثيرة، مثل هدفك أن تمشي 10,000 خطوة أو تمشي 15,000 خطوة. أنا بالنسبة لي حطيت هدفي اللي هو 20,000 خطوة، وبدأ هذا الهدف يتحقق يوميا باستراتيجية شرحتها في فيديو سابق وطبقوها بعض الأصدقاء وبعض الزملاء، وبدت نتائج هذه الاستراتيجية توصل لأهدافها المرجوة. أتمنى أن يكون وننشر فكرة الرياضة من خلال المشي يوميا حتى نحصل على إيجابيات كثيرة ونبتعد عن الأمراض النفسية والعقلية في هذا العالم المتغير والكثير الأمراض. شكرا لكم جميعا.